شو ممكن يصير لو أنا حطيت راسي على المخدة ونمت وبالمنام حلمت إنه أنا هو عدوي؟ بتتغير طريقة نظرتك للعالم. هذا الفيديو ممكن إنه هو يغير طريقة تفكيرنا نحن البشر، كمان ممكن يكون كثير مهم بالنسبة لنا نحن السوريين تحديداً. شو ممكن يصير لو أنا حطيت راسي على المخدة ونمت وبالمنام حلمت إنه أنا هو عدوي نفسه ذاته، لا راح ولا اجى، انا الشخص يلي اذاني، انا الشخص يلي سبب لي التراومات تبع حياتي، انا الشخص يلي بختلف معه بكل شيء، انا الشخص اللي شردني، انا الشخص اللي تنمر علي انا وصغير، انا الشخص اللي حكم علي بالعذاب، انا الشخص اللي كان السبب الرئيسي بتعاستي، انا هو اكثر حدا بكرهه بهذا الكون. شو ممكن يصير اذا انا نمت وحلمت اني هذا الشخص بشحمه ولحمه، مو كاني انا وانما انا هداك الشخص، عشت حياته كلياتها بمنام واحد، حسيت اني بجسمه، شفت الواقع من عيونه، كان عندي ايديه ورجليه وعيلته وبيئته وتاريخه وظروفه كلياتها، وفقت ثاني يوم لقيت حالي بجسمي أنا. شلون ممكن هذا الشيء يأثر علي؟ طبعا انا بعرف انه ما في جواب واحد لهذا السؤال، وانما نحن عم نطرح فكره لنشوف شو ممكن تشات جي بي تي يكون عنده تصور عن هي الفكرة. تعال نسأله ونشوف. فجأة بتفهم إنه عدوك مو وحش، هو إنسان متلق تمام، عنده ظروف قاسية، عنده قصص شكلته. هذا الشيء ممكن يفتح عندك باب للتسامح، أو على الأقل يخفف الكره، لأنك صرت مدرك إنه وراه حياة كاملة، مو مجرد شخص آذاني. بتتغير طريقة نظرتك للعالم، بصير عندك إحساس إنه كل إنسان نحن منشوفه عدو هو نتيجة بيئة وظروف أكبر من تشات جي بي تي عم يقترح إنه رح تصير تقدر تشوف بعيون جديدة، يعني إنه فجأة رح تفهم إنه عدوك مو وحش، هو إنسان مثلك تماماً، عنده ظروف قاسية، عنده مشاكل شكلته، وعنده قصص ساهمت بتشكيل هذا الشخص اللي هو عليه الآن. هذا الشيء ممكن يفتح الباب عندك للتسامح، أو على الأقل إنه هو يخفف الكره، لأنك صرت مدرك إنه ورا هذا الشخص في حياة كاملة، مو بس شخص آذاني. كمان تتغير طريقة نظرتك للعالم، بصير عندك إحساس إنه كل إنسان نحن منشوفه كعدو هو نتيجة ظروف وبيئة أكبر منه. يمكن تحس إنه العداوة وهم، وإنه بالنهاية نحن كلياتنا عبارة عن انعكاسات لبعضنا. هذا الحكي رح يخليك تكون واعي أكثر وتعيش بأقل حقد اتجاه الآخرين واتجاه نفسك، واكثر رحمه وتواضع. بكمل تشات جي بي تي بيقول انه ممكن كمان يصير عندك صدمه من الحلم، لانه تكتشف انه الشخص اللي انت كرهته لطول حياتك هو عنده اوجاع انت ما كنت شايفها. هذا الشيء اما بيفتح لك قلبك، ممكن كمان يكون موجع بالبدايه، ولكن ممكن يتحول لشيء اكبر حتى من التسامح، لفهم عميق للحياة. كسوريين هذا الحكي مهم لنا بشكل خاص، لأنه حياتنا مليانة عداوات، انقسامات، جروح. إذا نحن فعلياً قدرنا نلبس ثوب الخصم العدو تبعنا ولو للحظة واحدة، ممكن إنه نخفف دائرة الكره يلي هي عم تدور بيناتنا، واللي هي عم تاكلنا من جوا، وممكن تفتح لنا المجال لحياة أهدى وأوسع